النكاح والطلاق والرجعة. النكاح. نعم يا ابني. أستاذ، أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهمت. يعني أنا أقول لك يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد علي ويقول وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي. وأنا قبلت. قبلت؟ إيه؟ قبلت شنو؟ أتزوج بنتك. زواج؟ إيه؟ لا 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 يا طلق طلق الحين اقول لك طلق. لا أستاذ بابا مطلق. شنو مو مطلق ربه؟ انا كنت اشرح لك درس، ما كنت قصدي ان انا ازوجك بنتي. أستاذ الحين أنا تزوجت بنتك على حسب شرحك، لأنه كل الصبيان في الصف الحين شهود، صح؟ صح. البركة يا جسمك تستاهل. الله يسلمك. منك المال ومن هالعيال. عزيز. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. وبارك فيك ارسلتنا لك ولك الله واللي ذبح بين حمرين الله يطول بعمره حليل. بس ولا كلمه بس. وانت قاعد مكانك بعد. وانت طلق الحين، طلق الحين، طلق. لا أستاذ بابا مطلق. طلق زين. سمعوني الحين راح اشرح لكم موضوع الطلاق، وابيكم تركزون في ذي الموضوع، خاصة انت. الواحد اذا بيطلق زوجته لازم يقول لها يا مريم انت طالق. سمعتوا؟ وراح ابتدي فيك يا جاسم. يلا ريبيت وذ مي. قول يا مريم انت طالق. يا أستاذ بابا مطلق. بس تدري عاد قم. لا المدير، تعال عند المدير. هو المدير. شوف لي حل مع هالجسوم. شوف لي حل يا حضرة المدير. شوف لي حل مع هالجسوم. شوف لي حل. شو صاير؟ شو السالفة؟ مو راضي يطلق بنتي، مو راضي. انتوا اهل؟ يا حضرة المدير انا كنت اشرح لهم درس عن النكاح، والجسوم استغل الفرصة وتزوج بنتي، والحين مو راضي يطلق، وانا مو موافق على هالزواج صراحة. اي صح. اسمع يا جاسم، طلق بنتك شايف الدنيا فوضى. ان ما طلقت بنت لو تصرف ابوك الحين اخليك. يلا طلق بنتك. لا 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 خلاص بطلقها علشانك يا حضرة المدير. أصلا أبوي إذا درى يعني بيذبحني. خلي يطلق بثلاث. خلي يطلق بالثلاث. يبا بنتك طالق. ايه ثلاث. ايه أروح الحين؟ تيسر يلا. اي والله. سعد بسألك ايش معناته النكاح؟ ما اعرف.